بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم شعيب المنسق الوطني للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي الجماعي. هذه التظاهرة اللي سنويا كيخرجوا فيها الطبقة العاملة في العالم للتعبير على المشاكل اللي كيعيشوا فيها وعلى الوضعية اللي كتكون فيها أي دولة، أي عنوان ديال أي دولة، للمطالبة بتحسين الوضعية ديالهم المادية والمعنوية والاجتماعية. الوضعية عامة مقلقة جدا، لأنه في غياب أي تواصل مع المواطنين ومع الفئات الشعبية نلاحظ أن هذه الحكومة الحالية غايبة عن التواصل. واحد الحالة ديال الأسعار خليها الناس عايشين في واحد الحالة كأنه لا مراقبة على الأسعار، والزيادة الصاروخية اللي حتى واحد ما بقى كيتحملها. كانوا فئات الوسطى، الفئات الطبقة العاملة، بعد دابا كلشي تقاد، كلشي كيستنكر، جميع الفئات السوية اللي كيعيشوا فيها الكادحين دون ما كاين حتى واحد اللي يرد لهم البال، وخصوصا الحضره اللي كنعيشوا فيها حنا كمتقاعدين والفئات الجماهير الشعبيه اللي تسكوات بهذا النار الغلاء واحتجات، ورغم هكاك الحكومه كما كنقولوا المشاكل قائمه والحكومه نائمه. بالنسبه للمتقاعدين، كاين المتقاعدين ديال القطاع الخاص. هاد المتقاعدين ديال القطاع الخاص 18 سنه ما توصلوا شي زياده، رغم ان المعيشه كتزاد، لوكود لافي كيطلع، وهما بحال الناس اللوكود ما كيتزادش عليهم هما، اللي جعل انه السنه في المفاوضات كان اتخذ قرار في المجلس الاداري ديال الضمان الاجتماعي في 2019 باش يزيدوا 5%. بقات مجمده اطار الحكومه السابقه، بقات مجمده. في الحوار الاجتماعي الاخير دخلت المنظمه ديال الاتحاد المغربي للشغل بقوه وفرضات باش يطبق هذاك الزياده، وفعلا طبقت ب 5%. ولكن العيب اللي وقع فيها انه خرج مرسوم كيقصي الناس اللي خرجوا في 2020 22. كاينه هنا واحد الفئه اللي تقريبا 45% ديال المتقاعدين واكثر ما كيتوصلوش للحد الادنى في التقاعد، ما كيوصلوش هذا الرقم اللي قلت في الاول، وهي فئه كثيره. ومن جاء ان بعض ارباب العمل كيتحايلوا على القانون، بدل باش يصرح ليه بالقدر ديالو كله كينقص ليه لا من الاجره ولا كينقص ليه حتى بالايام اللي خدم. وهذه راه كارثه، انه كيصطدم هذا المتقاعد اللي كيخرج كيكون عنده مسكين حاسب على واحد القدر قليل غادي يشدو كيعود قل منه. بالنسبه للفئات اللي هي بالنسبه لنا كاينه مشينه لينا في المغرب، وهي مساله ديال الارامل. تصوروا الارامل كتكون حقها في التقاعد ديال راجلها كامل، لما كيتوفى هذاك السيد هو بديك 100% ديك التقاعد اللي كان عنده ما كيكفيش، كيعاني باش بالنسبه للغلاء المعيشه. كيجيو الزوجه ديال الارمليه كيعطوها النص 50% من المعاش ديال راجلها، وهذه راه ظلم. حنا كنقولوا حقوق المراه، وهذه راه حتى واحد ما رد لها البال. انا كنطالب الجمعيات اللي كيقول لك المراه خاصهم هذه النقطه ديال يطرح بإلحاح. لا يعقل ان امراه كانت عايشه بواحد الكرامه وسميتو، وملي كيموت الراجل ديالها كتخصها تسعى. بالنسبه للقطاع العام، القطاع العام كاين واحد الفصل ما مقبولش، وهو ديال واحد الفصل 12 و 16 كيمنع الزياده في التقاعد ديال الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد. فيما يخص عندنا صناديق اللي كدير واحد التقييم ديال التقاعد سنويا، كتعطي واحد النسبه في المية، كتقول هي حسب الغلاء المعيشه ولا حسب التقييم ديال المؤسسه ديال المداخل ديالها. عندنا لا سيمار كتعطيه 1% وما كاملاش، وكان خصها تعطي اكثر. عندنا ايركار كانوا الناس كيشدوا 3.32% كل سنه كتزادهم كزياده على غلاء المعيشه. هذا العام وصلوا ل 1.20%، وهذا تراجع على المكتسبات. ما بقيناش هذا حق مكتسب تم التراجع عليه.
هذا غادي يسري على التدهور ديال المعاش ديال هاد الاخوان ديالو. اما في الجانب الصحي، المتقاعد ملي كيخرج كيعود ابوني عند الاطباء وعند العيادات، ورغم ما كيلقاش هذاك التقاعد ما كيكفيش العلاج ديالو، وقد تكون عنده تغطيه. الجانب الاخر الاجتماعي هو انه كيكون مسكين عنده هدف كيقري وليداتو، ونظرا للازمه اللي كاينه ديال التشغيل كيبقاو عنده في الدار، كيوصلوا لواحد السن، كيوصلوا لواحد الثقافه معينه والشواهد ديالهم كيشوفوا داروا اللي عليهم هذوك الابناء، ولكن الغالب الله بالنسبه اللي كان كيقول هو غادي يعاونوا له، يزيد يعاونوه في المعيشه ويعاونوا على غلاء الاسعار، كيلقاهم باكي في الدار لانه هاد الوليدات لا كسبوا وما كاين حتى شي حاجه، التشغيل ما كاينش في هذا البلاد. حنا نطالبوا دابا باعاده تقييم المعاشات واعاده النظر فيها، يكون المعاش يقدر يعاون شويه هذا المتقاعد من اجل تطبيق الخروج الى الواقع المطالب المشروعه التي تقدمت بها منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل. نهيب بالمتقاعدات والمتقاعدين والطبقه العامله عامه والمواطنين للحضور بكثافه لهذا الاستعراض اليوم الفاتح ماي 2023. هذه التظاهره لنعبر عن السخط ديالنا والاستنكار ديالنا ديال الغلاء المعيشه وديال غياب حكومه اجتماعيه، وللرد على الوضعيه الحاليه التي نعاني منها. وشكرا للجميع، وعاش الاتحاد المغربي للشغل، والتوفيق للجميع ان شاء الله.